السلام عليكم، ازيكم طلاب ثالثه ثانوي؟ عاملين ايه؟ طبعا من يومين والجدول بتاعنا نزل، والاستاذ اللي هناك ده بيقول لي يا مستر والله الكيمياء جايه قبل الانجليزي او الفيزياء جايه قبل الانجليزي، والاستاذ اللي هناك ده يقول لي يا مستر والله الجدول كويس جدا عشان الانجليزي جاي في نص الكيمياء والفيزياء. فانا جاي اقول لك ان الجدول لما بينزل بيبقى فاضل 90 يوم على الامتحانات، والفترة اللي بينزل فيها الجدول هي مش فترة تقييمات قد ما هي فترة ان انت لازم تفوق لنفسك، لازم تركز. الفترة الجاية كلها لازم تبقى مذاكرة، وصدقني لو الفترة الجاية كلها مش مذاكرة ما تجيش تعيط في الآخر. المفروض وقتك دلوقتي ان انت بتصلي، بتنام، بتاكل، اللي فاضل بقى في الوقت بتاعك ده المفروض يبقى ايه؟ المفروض يبقى مذاكرة. اولا كده هنتيك انتو كونسيدريشن ان انت لو طالب شاطر او طالب كحيان، فانا عارف ان انت متعرض لكميه ستريس طول السنه، تصحى بدري الساعه 6 الصبح تقريبا لدروسك، وكمان ممكن تكون بتاخد في الماده درسين وثلاثه تحت بند ان انت ما انتش فاهم الماده. انا معاك وحاسس بيك، وصدقني ال90 يوم اللي جايين دول لو انت ما عملتش زون على نفسك كده، اعتزلت صحابك، اعتزلت السوشيال ميديا، اعتزلت تليفونك، صدقني انت مش هتقدر تحقق اي حاجه في الاخر. وصدقني هتيجي يوم النتيجه هتعرف ان انت خسرت اول ابسط اسهل تحدي حلم ممكن تشوفه في حياتك، هو حلم الثانويه العامه. فانت يا حبيبي المفروض ال90 يوم اللي فاضل لك دول تاخد حاجه اسمها شورت تيرم جول. شورت تيرم جول 90 يوم دول هم هدف قصير من سنه كتيره، سنه كبيره، سنه فيها ضغوطات، سنه فيها دروس، سنه تحط ده كله على جنب، والفتره الجايه الزون الجايه دي كلها تبقى على جنب. 90 يوم ركز، ابدا شوف مراجعاتك، حل كتير امتحانات، خليك مع ربنا، اعتزل السوشيال ميديا، اعتزل تليفونك، اعتزل صحابك. لو انت عاوز تحقق حاجه في الثانويه العامه هتحققها، انا واثق فيك. صدقني بعد ما تعتزل السوشيال ميديا والتليفون بتاعك، انت الافلام، المسلسلات، الالعاب ملهاش مدى صلاحيه. بعد ما تخلص الثانويه العامه هتطلع هتلاقي صحابك بيعملوا نفس الحوارات، بياكلوا نفس الاكل، بيخرجوا نفس الخروجات، مفيش حاجه هتفوتك غير حلمك. انت ركز يا ابن الحلال، ثق في ربنا، ثق في نفسك، انت تقدر تحقق كل حاجه ان شاء الله. اقفل على نفسك 90 يوم وان شاء الله خير. ربنا يوفقكم كلكم، تدخلوا الكليات اللي انتوا عايزينها وتحققوا حلمكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.